السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى أخوات ومتابعين قناة خير بيوتنا مع سمسمة. النهارده هنتكلم عن موضوع كتير ناس محتارة فيه، البط المسكوفي والّا البط المولر. فالفيديو ده هيكون لكل حد عايز يبدأ مشروع بط في البيت، يبيع ويكسب أو حتى يربي البط للبيت، ومش عارف يختار أي نوع فيهم. هنتكلم عن الفرق بين البط المسكوفي والبط المولر من أول الشكل للوزن للطعم، التسمين، التحمل والمناعة، الدورة كاملة يعني لكل نوع. كمية العلف كمان اللي بيستهلكوها، فاستنوا معايا كده لآخر الفيديو علشان تختاروا النوع الصح وتبدأوا بيه. خلّينا طبعًا بس الأول كده كالعادة نبتدي بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله نبدأ الفيديو بتاعنا. بُصّوا بقى، قبل ما تشتروا أي بَط وتبدأوا أي مشروع أو حتى تربّوا للبيت، فلازم تعرفوا إن البط المولر والبط المسكوفي فيهم فروق كتير ما بين النوعين، فالنهارده أنا هاقول لكم إيه الفروق الكاملة بين النوعين، وهاورّيكم 15 فرق ما بين المسكوفي ما بين المولر، وده يا جماعة من واقع تجربة مش كلام وبس. فيعني لو فاكرين كل البط زي بعض هتتفاجئوا إن الفرق كبير مش بس في الشكل، لأ كمان في الطعم واللحم والتسمين والتحمُّل والتكاثر وكل حاجة. فخلّينا كده نبتدي بأول فرق ما بينهم. من حيث الشكل بقى من أول لمّا بيبقوا كتاكيت صغيّرة، المولر فيه شبه شوية من البيكيني، لونه بيكون أبيض أو أصفر يعني فاتح، ممكن نلاقي شريطة سودا على جسمه يعني وبنلاقي كمان بُقعة سودا على راسه، يعني ممكن تبقى في بُقعة سودا على راسه، وممكن تبقى في بُقعة سودا على راسه وكمان في شريطة سودا على جسمه. منقاره بيكون وردي فاتح، رجليه بتكون صفرا. وعايزة أقول لكم إن في منّه نوعين، في منّه محلي وفي منّه مستورد، المستورد اللي هُم بيسمّوه بلنشار أو أبو عين حمرا وده بيكون لونه أصفر ما فيهوش أي نُقط سودا. المحلي بيكون فيه شريطة سودا على ضهره، المستورد وزنه بيوصل من 5 ل6 كيلو، المحلي بيوصل حوالي يعني 4.5 إلى 5 كيلو. أمّا بقى شكل المسكوفي من وهو كتكوت صغير، لونه الغالب بيكون أسود أو غامق. منقاره كمان بيميل شوية للسمار، ورجليه كمان بتكون سمرا أو يعني محمرة غامق يعني. ساعات كمان المسكوفي بيكون في منّه لونه أصفر وهو كتكوت، لكن هتلاقي ديله فيه سواد شوية ومنقاره كمان هتلاقيه برضه غامق ومسمِر. أمّا بقى شكلهم لمّا بيكبروا، فالمسكوفي بيكون قريب جدًا من البلدي في الشكل، لكن طبعًا مش في الحجم، لإن هو أكبر بكتير من حجم البلدي. طبعًا البلدي بياخد مثلًا حوالي 6 شهور وهو أحسنهم في الطعم، والبيكيني على فكرة هو أقلّهم في الطعم، أقل أنواع البط يعني. فالمسكوفي من حيث الشكل فهو قريب جدًا من البلدي. بيوصل المسكوفي من 3 شهور ل4 شهور لحوالي مثلًا 7 كيلو. وكمان على فكرة إحنا نقدر نسيبه لو إحنا حابين إن إحنا نسيبه كمان فوق ال4 شهور، ما فيش مشكلة خالص في المسكوفي، لإن هو مش بيخِس بعد المدة بتاعته. المولر جسمه بيكون طويل، رقبته بتكون طويلة، بيكون قريب شوية من شكل البيكيني أو الفرنساوي يعني، وزنه بيوصل زي ما قُلت لكم من 4.5 إلى 6 كيلو على حسب نوعه إذا كان محلي أو مستورد. ده في وقت قد إيه، من شهرين إلى 3 شهور. هو من شهرين تقدروا تذبحوا بيجيب وزن حلو على عُمر الشهرين. دورته الأساسية علميًا بتكون 70 يوم، لكن إحنا بنسيبه ل120 يوم علشان كده يكون يعني اكتمل في النمو. لكن طبعًا بيخس لو كمّل بعد ال3 شهور، يعني آخر المولر 3 شهور واذبحه. خلّينا كمان ناخد تاني حاجة وهي الصوت. الصوت بتاعهم المسكوفي صوته هادي زي البط البلدي، صوت بحّة كده لكن ما لوش صوت أساسًا. المولر هو في الأصل كمان إنه ما لوش صوت، لكن أحيانًا الحقيقة بيطلع له صوت خاصةً لو جعان. المولر ده تهجين ما بين ذكر مسكوفي وما بين أنثى بيكيني، وبيتسمى برضه البط البغال. بس على فكرة ده بيتعمل في المعامل والشركات، يعني ما ينفعش إن إحنا نرقّد منه في البيت. ليه؟ لإن هو بط عقيم، ما فيش ترقيد منه في البيت، ما نقدرش نرقّد منه، ما نقدرش ناخد منه سُلالة. أمّا المسكوفي فهو بيبيض، بس أحيانًا مش بيرقُد، عشان برضه تبقوا عارفين، لكن الأحسن في الرقد هو خليط المسكوفي، وده بيبقى خليط ما بين البط المسكوفي وما بين البط البلدي. ده بيطلّع سُلالة ممتازة، بتدّي وزن حلو وفي نفس الوقت بترقُد نقدر نعمل منه سُلالة. بقى كمان المسكوفي اللي هو البيور اللي هو الR41 ده بيطلّع لكم أوزان لحد 7 كيلو. بالنسبة بقى للطعم واللحم، المسكوفي لحمته حمرا ودسمة.
وطعمه قريب جدًا للبلدي. المولر هو لحم أحمر برضه، بس في الطعم هو يعني تقدروا تقولوا هو أخف شوية من المسكوفي، يعني في درجة حلاوة الطعم فهو البلدي، المسكوفي، تحتهم المولر. وبس في ناس كتيرة على فكرة برضه هو ليه زباين كتيرة، وفي ناس كتيرة بتفضّل طعمه، وعايزة أقول لكم إن أنا منهم، أنا باحب المولر جدًا وباحب طعمه أوي يعني. ندخل بقى على التسمين والمكسب. المسكوفي بياكل حوالي 12 كيلو علف، سواء خدوا بالكم سواء علف أو سواء خلطة لو إحنا مخلّطين لهم. المهم إن هو مجموع اللي هياكله فهو حوالي من 10 إلى 12 كيلو، بفترة تسمينه اللي هي من 90 يوم إلى 120 يوم أو اللي هي من 3 شهور إلى 4 شهور. المولر المولر بياكل من 9 إلى 10 كيلو فترة تسمينه اللي هي من 70 يوم إلى أقصى مدة إحنا قُلناها هي 90 يوم. يعني شوفوا هنا بقى كده الفرق مش بس في عدد الكيلوات اللي هياكلوها، لكن كمان في مدة دورة حياة النوعين من البط. طيب نتكلم بقى على التسويق. عايزة أقول لكم التسويق المسكوفي بيمشي كويس جدًا في السوق. اللحم أحسن في الطعم، مكسبه بيكون أعلى، لإن عايزة أقول لكم إن سعر بيعه أعلى، وفي ناس بتبيعه زي سعر البلدي. المولر سعر بيعه بيكون أقل، ولكن دورته طبعًا بتكون أسرع برضه من المسكوفي، وبرضه بيجيب أوزان حلوة صح؟ أوزانه ما بتوصلش زي المسكوفي البيور، لكن هو أسرع من حيث دورة حياته. عايزة أقول لكم أسعار الكتاكيت من وهُم الاتنين عُمر يوم، فهُم الاتنين تقريبًا نفس السعر، لكن في سعر اللحم لمّا تيجوا تبيعوا المسكوفي بيبقى أعلى، لكن وقته أطول. طب نيجي بقى للمناعة، للتحمُّل للحَر، للبرد، المناعة يعني بصفة عامة. المولر بيتحمّل أكتر الحرارة والبرد عن المسكوفي، أمّا المسكوفي فهو حسّاس أكتر، عايز اهتمام خاص، يعني تراعوه أكتر خاصةً في العمر الصغير من وهو عمر كتاكيت بيحتاج دفا كويس، خاصةً يعني في الشتا، فبيحتاج رعاية لإنه بيحصل فيه نسبة نفوق، عشان بس تبقوا تكونوا فاهمين إن المسكوفي حسّاس أوي بالنسبة للتربية، يعني لو أول مرّة تربّوا فأنا أنصح بالمولر عن المسكوفي عشان المناعة، لإن المولر مناعته أعلى. بالنسبة بقى للأسعار، فالمسكوفي أغلى في سعر البيع، اللي بيوصل سعره حاليًا دلوقتي يعني من 140 ل150 جنيه للكيلو، لإنه هو مطلوب كبديل للبلدي، وزي ما اتفقنا إن في ناس كتيرة بتبيعه على إنه هو برضه بلدي، يعني بيبيعوه بنفس سعر البلدي، مش هاقول لكم إن هو يعني بيقولوا إن ده بلدي، لكن بيبيعوه بنفس سعر البلدي. أمّا المولر فهو أقل وبيتباع حوالي من 120 ل130 جنيه للكيلو. طب المميزات والعيوب. المسكوفي مميز بطعمه، لحمه، التكاثر، لإن هو طبعًا نقدر نعمل منه سلالة وبيبيض، وسعره كمان أغلى شوية من حيث التسويق، لكن المناعة أقل من المولر وده طبعًا من أهم عيوبه، وكمان موضوع الافتراس بيحصل كتير أكتر في المسكوفي عن المولر، ناخد بالنا يا جماعة من موضوع الافتراس، نحاول إن إحنا ما نمنعش العلف وما نوقّفوش مرّة واحدة، وما نقلّلوش مرّة واحدة، يعني العلف يكون الأكتر، ثم لو إحنا هنخلّص لهم بقى بعد الشهرين نعوّض بقى بكالسيوم، فيتامينات، أملاح معدنية، صدف، جير، علشان ما يحصلش موضوع الافتراس. لو لا قدّر الله حصل سواء في النوعين في المسكوفي أو في المولر، بس هو بيبقى أكتر في المسكوفي، فإحنا بنضطر إن إحنا نقص ضافر المنقار اللي من فوق، مش بنقص المنقار كامل، بنقص بس الضافر، وكمان بنحط لهم فيتامينات وأملاح معدنية ونزوّد شوية نسبة البروتين، يعني نزوّد من العلف. نكمّل بقى مميزات وعيوب البط المولر. المولر أسرع في الوزن، يعني أسرع في دورة الحياة، من عُمر شهرين ممكن يجيب معاكم 3.5 كيلو. لكن أحيانًا طبعًا سعر البيع بيكون أقل، فبالتالي العائد اللي داخل لكم هو أقل، لكن برضه هو فيه مناعة أقوى، ودورة الحياة بتاعته سريعة، فأنتم تشوفوا لو أنتم عايزين تجارة سريعة فالمولر هيكون مناسب، لو عايزين بَط للبيت ويكون طعمه قريب للبلدي، وبرضه تسويقه حلو وهتقدروا تصبروا فترة ال3 شهور أو ال4 شهور، فطبعًا المسكوفي هو الأفضل عشان كمان بيجيب أوزان كبيرة. أمّا الصوت والسلوك المسكوفي هادي وحساس ومحتاج رعاية أكتر من المولر. المولر صوته هادي برضه، لكن زي ما اتفقنا إن هو أحيانًا برضه بيطلّع صوت لو هو جعان، وبيحتاج رعاية أقل. بالنسبة للنتيجة النهائية لكل نوع، فأنتم يا جماعة اللي هتقدروا تحددوها، لمّا تحددوا أنتم عاوزين إيه بالضبط. فأدّيكم نصيحة قبل الشرا حددوا الهدف الأول، لو هي تجارة سريعة والّا تربية للبيت، وما فيش مشكلة إن أنتم تطوّلوا من دورة رأس المال بتاعتكم. كمان ناخد بالنا من جودة العلف، المَيّة، عشان كل نوع وليه طريقة مختلفة شوية في التعامل، خلّيكم دايمًا كده متابعين
الطيور بتاعتكم وعينيكم كده على الطيور بتاعتكم. فالخلاصة النهائية اختاروا النوع اللي يناسب الهدف بتاعكم. عايزين طعم حلو للبيت زي طعم البلدي، اختاروا المسكوفي. أقل شوية في الطعم، خلّيكم في المولر. مكسب جيد برضه على فكرة هو برضه المسكوفي. المولر أسرع في النمو وحلو برضه للتجارة، بس ربحه بيكون أقل شوية. هنا هنكون خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا، ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل علشان يوصلكم إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، واكتبوا لي في التعليقات أنتم شايفين أنهي نوع فيهم الأفضل، وجربتوا أنهي نوع فيهم، وهل عملتوه بقى ربح ومشروع والّا ربيتوه للبيت؟ مستنية رأيكم في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.